كلكم سمعتوا بالمثل اللي بقول لحق أم طه، لكن حصل سألت نفسك قصة المثل ده شنو؟ تعالوا اليوم أحكي لكم القصة حقت المثل ده. زمان كان في 7 أخوات بحبن بعض شديد وما بيفترقن نهائي، وما كان عندهم أخو ولد، كلهم كانوا بنات. عشان كده كبرن مع بعض وبقن زي الجسد الواحد. واحدة من ال7 ديل اتزوجت، لكن زوجها اتوفى وخلاها لسه صغيرة في العمر. المهم أختهم اللي اتزوجت دي قبل ما زوجها يتوفى ربنا رزقها بولد سمته طه. أخواتها اعتبروا طه ده ولدهم كلهم، وصبوا فيه كمية حنان ورعاية ما تتخيلها، ولأنه كان الطفل الوحيد في البيت بقى محور الكون بالنسبة لهم، وكان بيخافن عليه لدرجة إنه بقى مخنوق من الدلال والخوف الزايد ده. وطبعا كل شيء إن زاد عن حده بيتقلب ضده. طه قال لهم يا جماعة خلوني في حالي وما تدققوا في حياتي شديد كده، لكن من شدة حبهم له ما اشتغلوا بكلامه الشغلة، وفضلوا مدلعينه ومحاوطينه لحد ما الناس في الحلة بقوا يعايروه ويقولوا عليه ولد أماته. طه لما اتغلب في أمره ولقى الناس بتعاير فيه بسبب دلال أماته وتدخلهن الزايد في أي صغيرة وكبيرة، قرر يطفش. شال الشنطة حقته ومرق بالسير من البيت من غير ما يكلم أحد. الخالات ال7 وأمه لما صحوا من النوم عرفوا إنه طه طفش اتجنن ومرقن يفتشن عليه في الصحراء، ومن شدة الخلع والاستعجال نسن يشيلن معاهن موية أو أكل، وما كان بيعرفن طريق الصحراء، فتاهن في الدرب وضاعن في الصحراء الواسعة دي وماتن كلهن من الجوع والعطش. ومن ديك اللحظة بقت الناس تضرب بهن المثل في أي شيء يمشي وما يرجع يقول لك لحق أم طه. اكتبوا لنا تحت في التعليقات أي مثل عايزين القصة حقته.